جمهور الأرجنتيني ليونيل ميسي في حيرة من أمرهم، فهناك من يقول تجديد البرغوثي لعقده مع النادي الفرنسي، والآخر يقول توقيع الأسطورة مع الهلال السعودي، وهناك من يقول التوقيع مع فريق غوارديولا. أما الحلم فهو عودته لبرشلونة. كل هذه الأخبار تداولتها أشهر الصحف العالمية عن مستقبل ميسي المجهول. لمعرفة التفاصيل تابع هذا الفيديو إلى النهاية ولا تنسى الاشتراك. هيا بنا. أولا، الهلال السعودي ارتبط اسم الأسطورة ميسي بالنادي مباشرة بعد توقيع رونالدو للنصر منافس الهلال الأول، وقد أغرى الهلال ليو براتب خيالي ليصبح الأعلى ب$350 مليون سنويا ليتفوق على راتب رونالدو. فهل سنرى هذه الصورة مستقبلا؟ أما ثانيا، فقد ارتبط اسم ميسي بالتجديد لنادي العاصمة الفرنسية وتفضيله اللاعب مع صديقه نيمار والموهبة كيليان مبابي. وإن جدد ميسي عقده مع باريس فسيجدد لموسم واحد فقط حسب العقد، مما سينتهي عقد ميسي في صيف 2024 من أجل مساعدة الباريسيين في رفع كأسهم الأولى في دوري أبطال أوروبا المستعصية عليهم. أما ثالثا، فقد ارتبط اسم البرغوث بمدربه السابق الفيلسوف غوارديولا، أي بفريق مانشستر سيتي، فحلم بيب وتدريب ميسي مرة أخرى. وسيعرض السيتي على ميسي عقد لموسمين في مانشستر ثم الذهاب إلى نيويورك سيتي لموسمين والاعتزال هناك. فهل سيعود ميسي لمدربه السابق بيب غوارديولا؟ أما الاحتمال الرابع والأخير وهو عودة الأسطورة ليو لمنزله برشلونة وتحقيق حلم عشاق البلاوغرانا وحلم ميسي. وإن عاد ميسي لبرشلونة فسيوقع على عقد لمدة موسمين أو 3 والاعتزال في بيته بطريقة تليق بأسطورة النادي الأولى، وعودة عائلته لبيتها الأول، فالحنين للبيت الأولي يا ميسي.